النهارده هنتكلم عن حاجه تخص الجيل القديم ما تخصش الجيل الجديد بتاع المهرجانات وشاكوش والناس دي. الجيل ده اللي نشأ على اغنيه مفيش صاحب بيتصاحب ومفيش راجل بقى راجل. الصاحب بيصاحب مفيش راجل بقى راجل. الجيل ده اللي نشأ على فيلم بيتقال فيه علنا كده بين اتنين ستات ملك يا احمر. الجيل ده نشأ على اعلان بيتعرض في نص الفيلم على التلفزيون عن تكبير وتطويل وتضخيم، وانتوا عارفين الباقي. ايه ده يا هبه؟ ايه مش عاجبك ولا ايه؟ بتستقبلي ولا بتصعبات يا بت؟ مش عارفه انا مين في الشارع؟ عاوزهم يقولوا عليا راجل سوسته. الجيل ده نشأ على مسلسلات بتتعرض في نهار رمضان فيها رقص ومخدرات وخمره وللاسف دعاره. الجيل ده نشأ وقدوته ابراهيم الابيض وعبده موته والالماني ورفاعي الدسوقي ومحمد رمضان عموما. نمبر 1 وانتوا عارفين نمبر 1. الجيل ده نشأ على حمو بيكا ومجدي شطه وحسن شاكوش وعمر كمال، وشافوا ان الناس دي هي اللي معاها فلوس، ودكاتره ممكن يكونوا بيشتغلوا في اوبر علشان يعرفوا يعيشوا. وليه ممكن؟ انا اعرف مهندسين شغالين بيستقبلوا اتصالات دليفري واسمه مهندس قضى 5 سنين دراسه علشان يعرفوا يعيشوا. الجيل ده نشأ على احتفال فيه محافظ بيكرم رقاصه ونادي رياضي بيعتبر الرقاصه ام مثاليه حتى لو كانت غلطه. الجيل ده نشأ على برامج بتستضيف شويه عيال حرفيا متسولين وسرسجيه عملوا مهرجان شعبي منحط في الوقت اللي فيه حمله الماجستير بيجروا على حد يسمعهم بس. الجيل ده نشأ على مهرجان بيتقال فيه امك صاحبتي امك صاحبتي واختك بترقص على مطوتي. يلا امك صاحبي خدك كمان تاني اتفرديت اختك بترقص على مطويت. الجيل ده نشأ على ان حمدي الوزير قدوه المتحرشين وصاحب اشهر نظره متحرش ومغتصب في مصر. الجيل ده نشأ على نصيحه ممثله بمشاهد افلام اباحيه وممثل بيطالب باتساع المشاهد الاباحيه في التلفزيون المصري. الجيل ده نشأ على دكتوراه فخريه لمحمد رمضان. منتظر ايه من جيل بالشكل ده وبالبيئه دي؟ هل ده الجيل اللي هيقدر يشتغل وينتج ويفيد بلده في اي مجال؟ الجيل ده لما يكبر ويتجوز ويخلف هتبقى المحصله ايه؟ لو الفيديو ده اتصور من كام سنه فاتت انا كان مستحيل اتجرأ واقول كلام بالقذاره دي، انا اسف، لكن الواقع بقى اقذر واوسخ من كده. في اسفاف وتفاهه، والمستنقعات دي للاسف بيتصرف عليها ملايين في الافلام بحجه انها واقع ولازم يتغير. للاسف احنا وصلنا لمرحله ما تحت القاع ولا زلنا مستمرين في الحفر. الكلام ده معناه ان في ازمه حقيقيه بيعيشها وهيعيشها المجتمع السنين اللي جايه، لان الجيل الحالي بالوضع ده مش هيبني وطن ولا هيشيل مسؤوليه. طب الحل ايه؟ للاسف الحل تقيل قوي قوي على اصحاب المسؤوليه ايا كان لغايه ولي امر الطالب. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا استثني احدا حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيله، ولكن لدي علاقه ومصلحه في هذا البلد، لدي مستقبل هنا اريد ان احميه. أنا لا أدين أحدا بشكل مسبق. سيد الرئيس، أنا ومع المستقبل كله نلوذ بكم ونلجأ إليكم فأغيثونا، أغيثونا، أغيثونا والله الموفق. والحلول الاساسيه لولي الامر دعوه حقيقيه الى الله في كل مكان، لان انت لو ربيت ابنك على الصح والغلط هيطلع يخاف الناس، لكن لو ربيته على الحلال والحرام هيطلع يخاف ربنا. اراده حقيقيه في اصلاح المجتمع من كل مسؤول، وقف ماسوره الهباب اللي بيطفح على ماسوره الاجيال الحاليه، زرع قيمه القدوات الصالحه في نفوس وعقول الشباب علشان يبقوا قدوه ليهم ويتمثلوا بيهم، وفي الاول وفي الاخر الرجوع على الله ورسوله. سامحوني كان موضوع مهم ولازم اتكلم فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.